هندسة المفاصل، شفرة الصمود والمرونة. في قلب فلسفة التقليل اليابانية نجد هندسة المفاصل الخشبية التي لا تعرف المسامير. هذا ليس مجرد اختيار جمالي، بل هو استجابة بيئية وعبقرية هندسية لمواجهة الزلازل. المصادر تخبرنا أن اليابانيين طوروا تقنيات تسوغيتي وشيغوتشي لربط الأعمدة والكمرات الخشبية بطريقة تجعل الهيكل كاملاً يتحرك ككتلة واحدة مرنة. عندما يضرب الزلزال لا تنكسر هذه المفاصل، بل تمتص الطاقة وتوزعها. هذا هو قمة التقليل، التخلص من العناصر الدخيلة مثل المعدن والاعتماد كلياً على جوهر الخشب. هذه المرونة هي التي جعلت مبان مثل القاعة الذهبية في معبد هوريوجي تصمد لأكثر من 1000 عام. اجتماعياً يعكس هذا التصميم ثقافة تقدر الاستدامة، فالخشب يمكن تفكيكه واستبداله بسهولة دون تدمير الهيكل. والراحة النفسية للسكان تنبع من هذا الشعور بالأمان. البيت ليس حصناً يتحدى الطبيعة، بل هو شريك يتكيف مع تقلباتها. البيئة اليابانية الرطبة فرضت أيضاً رفع الأرضيات عن مستوى الأرض لضمان التهوية، وهو حل بيئي تحول إلى سمة جمالية تعطي انطباعاً بأن البيت يطفو فوق الطبيعة. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعاً لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.